عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله زي ما احنا متعودين كل يوم امتحان، كل امتحان يعني حصلت في البالغين، والنهارده ان شاء الله حصلت في البطنة ان شاء الله. تمام. بنقول لكم على الحاجات المهمة اللي انت تركز عليها وتراجع عليها اخر مراجعة في كل المحاضرات. انا عارف ان الفيديو بيبقى متأخر، بس معلش يا شباب، وان شاء الله يعني ربنا رب يرزقنا الفهم جميعا ويكرمنا. مش عايز اطول عليكم في المقدمة، وعايزكم كده ايه اللي مش عارفني واول مرة يخش بس كده ايه يشوف القناة ويشوفني، يخش بس يعمل سبسكرايب كده ولايك واي تشجيع كده ودعوة كده في ظهر الغيب. تمام. نبدأ. اول حاجة خالص الليفر سيروزس. تمام. احنا مش هنشرح اي حاجة، انا هقول لك بس على الحاجات المهمة. انا عايزك بس اول حاجة كده تركز لي على الديفينيشن كله، وبالذات ال20% دي عشان هتيجي سؤال. تمام. وعلى فكرة ده مش كلام، ده كلام ناس كتير قوي. وعايزك تعرف لي الاستيجات وتميزهم لي. يعني مثلا الفات دي عايز لك بس تعرف لي ان هي ايه، ان هي بيحصل اللارجمنت للليفر. تمام. وان هو في الفايبروزس ان هو بيحصل سكار تيشو وبيحصل انجري. وفي السيروزس ان هو بيبقى الليفر هارد، ويبقى هو unable للايه، unable للورك، يعني هو مبيبقاش قادر ان هو يشتغل. تمام. عايزك تعرف لي الكوزز كلها، وعايزك تعرف لي السيمتومز والساين. بص يا اسطى، عشان ايه؟ عشان تلاقي نفسك كده، تلاقي نفسك عارف تميز بين دي وبين دي. السيمتومز تحسها حاجه عاديه، ويعني اساميها عاديه دارجه بينك، يعني بين الناس. تمام. بين الناس اللي معاك في الكليه. والساين دي تحسها حاجه غريبه، يعني مثلا سبايدر، اللي هي اسمها ايه دي، بالمر ارسيميا، الكلام ده كله. بالمر ارسيما. تمام. الحاجات دي يعني انت اما تحس ان الكلام ده فعلا، تحس ان الكلام مصطلحات جديده كده، تبقى دي الساين. السيمتومز نوزيا، فوميتنج، دايريا، الكلام ده كله. غايه ابر ده كوادرم بين. تمام. الحاجات اللي البيشنت ان هو مثلا يقدر ان هو يوصفها لك، يعني مثلا عنده نوزيا، عنده غثيان، بيرجع، عنده دايريا، الكلام ده كله. شايف نفسه وشه اصفر، عنده جوندس، يقول لك انا مش قادر اعمل حاجه، يبقى عنده فاتيج. فاهمني؟ بس انا بكلمك فيه. عايزك تعرف لي، يعني انت عندك 5 كومبليكيشن، اللي هي الهيباتيك انكفالوباسي، وعندك اللي هي البورتال هايبرتنشن والكلام ده كله. انا عايزك تحفظ لي الليتر ده. تمام. احفظه لي. يعني انا عايزك بس ايه اللي تعرفه لي فيه، ان انت تعرف لي ان هو في الهيباتيك انكفالوباسي عايزك تعرف لي ان هو في بيرسوناليتي تشانج، وبيحصل ديكريز في الكونشس ليفل. وعايزك تعرف لي اللي هي ايه اللي بيحصل فيها اصلا، يعني مثلا زي ما بيحصل فيه انفكشن، وفي كونستيبيشن، وفي دايريا، وفي تابنج، وفي الكلام ده كله. وعايزك تعرف لي كمان التريتمنت اللي هو لاكتيولوز. اهم حاجه في التريتمنت اللي هي اللاكتيولوز، لانها بتنفع على حاجتين وبتعالج حاجتين. بتعالج الهيباتيك كوما اللي هي الانكفالوباثي، بتعالجها، وبتعالج كمان الكونستيبيشن. يعني هو اصلا علاج للهيباتيك كوما. يعني انت لو دخلت على جوجل وسالته ايه العلاج للهيباتيك كوما، هيقول لك اللاكتيولوز. تمام. ده مهم جدا، ده اهم واحد من كل الاربعه اللي موجودين. عندك كمان البورتال هايبرتنشن، عايزك تعرف لي النورمال رينج بتاع البورتال ايه، بتاع البورتال بريشر، ده مهم جدا. تمام. وعايزك تقرا الباقي، تقراه بس، تقراه. وعايزك تعرف ان هو بيحصل في اوبستراكشن والكلام ده كله. انا مش عايز اطول عليك، انا مش بشرح لك، انا بقول لك ايه الحاجات المهمه. الاسايتس، عايزك تعرف لي ان هو اهم حته في الايه، اهم حته في الديفينيشن كله، اللي هو ايه، بيحصل accumulation للفلويد في البروتونيال كافيتي. تمام. تمام. باقي الليتر عايزك تعرفه. تمام. بس كان في كده بوينت كانت الدكتوره قايله عليها، ان هي بتقول لك ان انت بتعمل لو هو متكون، يعني الاسايتس ده سمول اماونت من الووتر ريتنشن، بتدي للبيشنت دايريتك. لكن لو البيشنت عنده لارج اماونت، تمام، بتدي له البومين ايه، البومين انفيوجن. ولا لو البيشنت عنده انفكشن زي البكتيريا دي، بروتونايتس، بتدي له ايه، انتبيوتيك. يبقى انت دلوقتي عرفت ايه، ان السمول اماونت بتدي له ايه، دايريتكس اللي هي مضادات للبول. لكن اللارج اماونت بتدي له ايه، البومين انفيوجن. ولو البيشنت عنده انفكشن زي البكتيريا بروتونايتس، بتدي له ايه، انتبيوتيك. تمام. عندك الهيباتورينال سيندروم، عايزك بس اهم كلمه في الديفينيشن عشان دي هتيجي ترو اند فولس. تمام. اللي هي ابسن برايمري ايه، رينال ديزيز. يعني مفيش اصلا، يعني مفيش اي ديزيز للرينال، يعني مفيش حاجه اظبط نفسها على رينال. يعني اصلا المرض مش في رينال، المرض حصل بسبب ايه، بسبب الليفر. تمام. تمام. باقي الكلام بتاع الليتر عايزك تقراه وتتعمق فيه، يعني لو اتسالت فيه تعرف تجاوب فيه، بس انا مش بقول لك صمه. الهيماتولوجيكال، الهيماتولوجيكال، تمام، عايزك تعرفها.
تعرفها، واهم واحده فيها دي اللي هي الثرومبوسايتوبينيا، ان هو بيقل ايه، بيقل كرات الدم الحمراء اللي هي عامله على الايه، اللي هي زي البليتلت، اللي هي عامله على الايه، عوامل التجلط، فدي ممكن تسبب نزيف اصلا. تمام. تمام. عايزك تعرف لي في الدايجنوزس، كل الدايجنوزس عايزك تقراها كويس، تقراها. التريتمنت، يعني شايف انت الترتيب بتاع التريتمنت، عايزك تعرفه. يعني ترتيب التريتمنت ده مهم جدا، اللي هو اول حاجه بيقول لك ان انت تعالج السبب، تعالج الكوزس. بعد كده ان انت تعالج الكومبليكيشن، يعني انت اول حاجه تشوف ايه سبب المرض، ايه سبب اللي حصل، ايه اللي سبب المرض ده، اول حاجه تعالجها. بعد كده لو في كومبليكيشن حصلت بسبب المرض ده تعالجها. وبعد كده تعمل سبورت للاورجن. على فكره دي يعني خطوات التريتمنت دي في كل السيستم، يعني كل سيستم حصل فيه ديزيز، دي الخطوات اللي انت هتمشي عليها. تمام. بعد كده تدي حاجه تعمل سبورت للسيستم ده. بعد كده لو السيستم خلاص بقى مش، بعد ما انت عملت معاه كل ده هو مش مستجيب لكل اللي انت عملته له، بتقدر ان انت تزرع اورجن جديد. تمام. محاضرة اللي هي بتاعت الأبر واللور بتاع الجاستريك انتستينال ايه، بليدنج. عايزك بس تعرف لي أهم حاجة في المحاضرة دي الديفينيشن، يعني هو مش هيلعب على أي حاجة غير الديفينيشن. اللي يميز الديفينيشن بتاع الأبر أو اللور، في رباط، الرباط ده بيربط الايه، الجاسترو انتستينال، الجي اي تي كله بيربطه. اللي فوق الرباط ده اللي هو الليجمنت ده اللي فوق الرباط ده الأبر، اللي تحت الرباط ده ايه، اللور. تمام. بيقول لك ان هو التراكت ده اللي هو بروكسيمال، البروكسيمال ما انت عارف كان في مصطلحين كده ايام الاناتومي، كان في حاجه اسمها بروكسيمال وحاجه اسمها ديستال. يعني لو ده الايه، لو ده الدراع بتاعك عند الكتف فوق ده البروكسيمال، تحت عند الايد كده، عند رسل اليد، تمام، عند الريست كده ده الديستال. يبقى ده فوق البروكسيمال وتحت ده ايه، الديستال. تمام. هو بيقول لك بروكسيمال يعني فوق الليجمنت، يبقى هو ده الايه، يبقى هو ده الابر جاسترو انتستينال بليدنج. ايه هو بقى اللي فوق الايه، اللي فوق الليجمنت ده اللي هو الاسوفيجاس، وعندك الاستومك، وعندك الدودينم. تمام. تمام. اللي تحت بقى، اللي تحت الليجمنت زي اللي هو، انت عارف ان السمول انتستين بتتقسم لثلاث حاجات، الدودينم والجوجينم والإليوم. يبقى تحت بقى الليجمنت يبقى انت عندك الجوجينم والإليوم، وعندك اللي هي الايه، اللارج انتستين كلها. تمام. عايزك تعرف لي برضو الكوزس كلها بتندرج تحت الايه، الثلاث حاجات اللي هم بتوع الابر جاسترو انتستينال ايه، سيستم. زي اللي ايه، هو بيقول لك ان في بيبتيك ألسر، في جاسترايتس، الكلام ده كله. يعني انت هتلاقي ان هو بتندرج على اساس الثلاث حاجات اللي هم فين، في الابر ايه، جي اي تي. تمام. والريسك فاكتور، عايزك تعرف لي ريسك فاكتور. تمام. وعايزك تعرف لي كمان الكلينيكال بيتشر اللي هي الاوفر بليدنج، واللي هي الاكيولانت بليدنج. الاوفر بليدنج يعني البليدنج الظاهر زي الهيماتيمسيس، الميلينا، الهيماتيتريسيس دي. تمام. الاكيولانت بليدنج اللي هي اللي هو البليدنج المختفي، لو في سمول اماونت في الفوميتنج، في الستول، الكلام ده كله مش هيبقى متشاف بالايه، بالعين المجرده. تمام. عايزك تركز على الحاجات دي. عايزك تركز لي برضو على المانجمنت عايزك تقراها مش ان انت تحفظها. دي مانجمنت على فكره، يعني هو ممكن اصلا ما يجيبلكش فيها اسئله خالص، بس انا عايزك تقراها. تمام. تمام. ايه تاني، اللور اهو. يعني انا لما قلت لك برضو في حاجه اسمها بروكسيمال وديستال، ديستال يعني تحت، وانا وصفت لك ازاي ايه معنى المصطلح الديستال والبروكسيمال. تمام. عايزك برضو تعرف لي الكوزس. انا عارف ان الاسامي تقيله شويه، بس انت حاول ايه يعني لحد ما تحفظها، لحد ما. انا والله العظيم لحد هذا الوقت بحاول ان انا بصمجها. تمام. الكلينيكال بيتشر تعرفها مهمة أوي، يعني مهمة يعني بجد. الدايجنوزس، الدايجنوزس حلوة يعني بجد، انت لازم تعرفها والله. يعني انا لما قرأتها فعلا كويسة ولازم تعرفها. يعني الحتة دي مش مهمة، دي مهمة، اللي هي الفيزيكال اكزامينيشن مهمة، والهيستوري مهمة جدا بجد. التريتمنت تشمل الأبر واللور، يعني الاتنين تشملهم. تمام. تمام. يبقى احنا كده خلصنا أول محاضرتين. ثانية واحدة نخش على المحاضرات اللي بعديها. معلش يا شباب والله الواحد مش عارف اقول لكم ايه، بس ان شاء الله الدنيا هتبقى ايه، هتبقى كويسة. الانيميا أنا شايفها ان هو برانش كبير على ناس كتير، بس والله العظيم هو سهل اوي، يعني سهل اوي. انا اللي عايزك تعرفه قبل ما اقرا لك اي حاجة، انا عايزك تعرف لي الكلاسيفيكيشن، اللي هو الفرق بين النورموسيتك، تمام، والفرق بين الماكروسيتك والمايكروسيتك،
وانت عارف ان النورموسيتك ده الحاجه النورمال، لو في هيموريج الكلام ده كله مفيش تغير جوه كره الدم الحمراء، يعني هو نورموسيتك. هي كره الدم الحمراء طبيعيه، بس هو نسبه الدم نفسها، نسبه كرات الدم قلت بسبب هيموريج، بسبب في كرونيك ديزيز، ان هو اتكسر، ان هو حصل اي حاجه. تمام. تمام. لكن الماكروسيتك هو اتغير في شكل اصلا الكرات الدم الحمراء، فطبيعي ان هو زاد السايز بتاعها. طبيعي ان هو ايه، حصل بسبب حاجه، يعني مثلا زي البي 12 والفوليك اسيد. هنعرف كل ده، انا مش عايز اطول عليك. تمام. عايزك تعرف لي الديفينيشن كويس قوي. الديفينيشن والحته دي مهمه قوي، ان هو بيقول لك ان الانيميا مش ديزيز، هي مانيفستيشن، هي مظاهر لعده ايه، لعده امراض، ميني ديزيز. تمام. عايزك تعرف لي الكلاسيفيكيشن ده، اعرفه لي كويس. كلمه مورفولوجي معناها الاشكال، نورموسيتك، ماكروسيتك، مايكروسيتك كده يعني. كلاسيفيكيشن بتاعت الانيميا. تمام. عايزك برضو تعرفهم لي زي ما انا قلت لك. المايكروسيتك تعرف لي اهم حاجه في المايكروسيتك اللي هي الايرون ديفيشنسي. تمام. النورموسيتك زي ما انا قلت لك الحاجات اللي هو العادي، يعني هو كره الدم الحمراء نفسها ما حصلهاش حاجه، هي في النورمال اهي، النورمال سايز بتاعها، هي ما حصلهاش حاجه، بس في حاجه خلت ان هو كرات الدم يا تتكسر يا تفقد يا الكلام ده كله. كرونيك ديزيز، حاجه حصلت كده. كرونيك ديزيز بتخلي ايه، اي حاجه حصلت جوه الجسم بتسبب ايه، بتسبب ان هو تكسير كرات الدم الحمراء. عندك مثلا ايه، حصل في البون مارو ايه، فيلير. ما هو كده كرات الدم الحمراء ما فيهاش اي ديزيز ولا فيها اي حاجه، بس ان ايه، البون مارو بطل ان هو ينتج ايه، ينتج كرات دم حمراء، الكلام ده كله. تمام. الماكروسيتك بتتقسم لميجالو بلاستيك ونون ميجالو بلاستيك. الميجالو بلاستيك انت عارف ان هي ايه، فوليك اسيد وبي 12. تمام. والنون ميجالو بلاستيك مهمين قوي، مهمين قوي، ممكن تجيلك تو اند فولس اللي هو الليفر سيل فيلير والهايبوثايروديزم والالكوهوليزم. وعايزك برضو تعرف لي الايتيولوجي. تمام. وهي الايتيولوجي برضو بتندرج تحت الايه، الثلاث انواع بتوع الكلاسيفيكيشن اللي هي ماكرو ونورمو ومايكرو. تمام. تندرج تحتيهم الكلينيكال فيتشر، اهم حاجه فيها البلوغ، واللي هي التاكيكارديا. ليه حصل تاكيكارديا؟ ان هو بيعوض، بيعمل كومبنسيت للايه، للنقص بتاع الايه، النقص بتاع البلد. تمام. تمام. الكومبليكيشن مهمه قوي، وهقول لك برضو اهم حاجه في الكومبليكيشن اللي هي الهارت فيلير، ليه هايفالير. تمام. تمام. عندك الديفيشنسي ان هم ثلاثه، انت عارف ان في ايرون ديفيشنسي والفوليك اسيد والفيتامين بي 12. وعايزك برضو تعرف لي الديفينيشن بتاع الايرون ديفيشنسي. تمام. وعايزك برضو تعرف لي الجداول دي، اللي هو ايه، يعني ايه سبب ان هو يحصل ايه، الكوزز بتاع ان هو يحصل ايرون ديفيشنسي، ان هو بسبب اربع حاجات. يا ان هو فقد اصلا، يعني فقد كرات الدم، او فقد الحديد، ما رجعش للتصنيع تاني. تمام. او حصل ايه، ان هو الابزوربشن، امتصاص اصلا الحديد من الانتستين قل جدا. تمام. او انكريز الديماند، يعني زاد الطلب عليه، يعني مثلا واحده بريجننسي، الكلام ده كله، واحد لسه ايه، تشيلدرن، لسه ايه، بيبني الاعضاء بتاعته، بتحصل لها ماتيوريشن، فطبيعي ان هو بيبقى عايز حديد اكتر من الايه، اكتر من الطبيعي. او الايه، او الانتاج نفسه قل، انت ما بتاخدش حديد في ايه، في الاكل بتاعك. الناس اللي هي الفيجيتيريا، اللي هم مش بايه، اللي هم بياكلوا خضروات مش بياكلوا بروتين. تمام. عندك البريفنشن والتريتمنت، اللي هو الوقايه والتريتمنت مهمين برضه. انا برضه مش عايز اطول عليك، انت المفروض ان انت مذاكر الحاجات دي، وانا بقول لك ايه الحاجات اللي انت ايه تاكد عليها. الميجالو بلاستيك عايزك تعرف لكل الحاجات اللي الايه، الفيتامين بي 12 بيعملها، ان هو بيعمل فاتي اسيد ميتابوليزم، ان هو بيعمل للدي ان ايه ساينسيسس، والسيل ديفيوجن. تمام. لا مش ديفيوجن، آه ديفيجن يعني انقسام الايه، انقسام الخلايا. تمام. والماتيوريشن كمان بتاعهم. والبروكونشس انيميا دي مهمه قوي، اللي هو بيقول لك ان هو الانترنسيك فاكتور ده، ان هو حصل اوتو اميون ديزيز، طلعت اللي هو انتي بودي، مسك ايه، مسك في الخلايا دي او دمر الخلايا دي. تمام. الخلايا اللي هي بتطلع الانترنسيك فاكتور، اللي هو اصلا عامل على البي 12 ان هو يعني هو سبب امتصاص البي 12. فانت اما تضرب الانترنسيك فاكتور ده، فحتى لو انت بتاخد بي 12 جوه الاكل بتاعك، فهو كده مش هيمتص، عشان هو اصلا الحاجه اللي هي بتخليه يمتص مش موجوده. والحاجه اللي بتخليه يمتص دي جوه الاستومك، بس بتخليه يمتص من ايه، من الاليم اللي هو جوه السمول انتستين. تمام. الايتيولوجي اعرفها لي مهمه قوي، والبريكونشس انيميا دي مهمه جدا. تمام. التريتمنت، اكيد التريتمنت ان انت لازم تديله الفوليك اسيد مع الايه،
البي 12. تمام. الهيموليتيك انيميا، كلمة ليتيك معناها تكسير، فطبيعي ان هو يحصل ديستراكشن. تمام. الجدول ده الدكتور قالت مش مهم. السكيل سيل ديزيز، عايزك اللي تعرفه مهم قوي، المهم قوي ان هو الهيموجلوبين الاس بتاع السكيل سيل ديزيز ده، ان هو بيقدر ان هو ياخد الاكسجين ويديه للخلايا اسهل من الهيموجلوبين ايه اللي هو الطبيعي بتاع الجسم بتاعي. تمام. تمام. وكمان ان هو البيشنت مش بيحس بالمرض ده غير في الحاجات الطارئه، زي ما بيكون مثلا ايه البيشنت مثلا حصل له انفكشن، حصل له ديهيدريشن، حصل له كولد، حصل له اسيدوزيس، حصل له هايبوكسيا. فهيلاقي ان اصلا الايه ان كرات الدم الحمراء اللي هي عنده اللي فيها مرض دي مش قادره ان هي تأدي وظيفتها زي النورمال. تمام. الثلاسيميا، عايزك تعرف لي فيها حاجه كده مهمه، ان هو الهيموجلوبين بتاعها ان هو اف. تمام. وهو حصل ايه ابنورمالايتس في الفورميشن. ثانيه واحده بقى نرجع للسكيل تاني. حصل ديس اوردر في الهيموليتيك انيميا. في فرق بين الاتنين، عشان لو جالك الديفينيشن في ام سي كيو او جالك الديفينيشن في ترو اند فولس لازم أن تكون عارف. يبقى السكيل سيل ديزيز ان هو حصل هيموليتيك انيميا، ديس اوردر في الهيموليتيك انيميا. تمام. تمام. لكن الثلاسيميا حصل في الفورميشن، حصل ابنورمالايتس في تكون الهيموجلوبين نفسه، فادى ان هو حصل هيموجلوبين اف بدل الايه اللي عندنا. تمام. تمام. بيقول لك ان هي بتتقسم الهيموجلوبين، قصدي الثلاسيميا دي بتتقسم ان هو بيبقى فيه تو جينز الفا وبيتا. اما بيحصل خلل في الالفا بتتسمى الفا ثلاسيميا، اما بيحصل خلل في البيتا بتحصل بيتا ثلاسيميا. انا بحاول ان انا اوضح لك الحاجات اللي هي عايزه تتوضح، واللي هو عادي ان انت عارفه وكده بعلم لك عليه وخلاص. عايزك تعرف لي الكلينيكال برزنتيشن، تعرفه لي كويس، يعني الجدول ده كله تعرفه لي كويس. واهم واحده فيها اللي هي اكسسيف ايه ديفورميتس دي. تمام. فورمايتس، الناس اللي هي بتعلق. عاش يا اسطى. الكومبليكيشن اعرفها لي كويس، وعايزك تعرف ان هي الكومبليكيشن اللي هي من مودريت للسيفير بيحصل ايه ايرون اوفرلود. عايزك برضو هنا في الدايجنوزس والتريتمنت دي مهمه قوي وركز لي فيها. اما بيكون الثلاسيميا ميلد يعني ضعيفه ما بتحتاجش لتريتمنت، لكن من المودريت للسيفير بتحتاج لتريتمنت. ايه التريتمنت؟ اللي هو ان انت تنقل له دم. تمام. وان انت تديله علاج تعوض له بيه الحديد، وكمان بيتزرع له نخاع. الابلاستيك انيميا، بلاستيك، كلمه بلاستيك اصلا معناها تصنيع، بلاستيك يعني عدم التصنيع او مفيش تصنيع. تمام. فهو بيقول لك ان البون مارو ستوب عن الايه البروتكشن، ان هو ان البرودكتنج اللي هو انتاج البلاد سيل، اللي هو ايه اللي هي كرات الدم الحمراء، اللي هو الار بي سيز، اللي هي ريد بلاد سيل والوايت بلاد سيل والبليتلت والحاجات دي كلها انت طبعا عارفها. بيقول لك الحاجات اللي هي بتسبب اللي هي الابلاستيك انيميا، اهم حاجه فيها اللي هي الاكواير ايه كيس 80%، اللي هي الكوزس، الاسباب اللي هي الاسباب المكتسبه. يعني مثلا مرض الكلام ده كله، ما هي دي يعتبر امراض مكتسبه. انت مثلا اتعديت فده يعتبر حاجه مكتسبه. ايديوباثيك حاجه مجهوله، الكلام ده كله عايزك تعرفها. المانجمنت والكلام ده مش هيسالك فيها لان الحاجات دي اصلا بالغين. تمام. عايزك برضو عايز تعرفها اعرفها لنفسك. تمام. تمام كده احنا خلصنا الانيميا. انا مش عايز الحوار والله ان هو يطول، بس باذن الله الفيديو ما يطولش باذن الله. فين الهايبرتنشن اهي، الهايبرتنشن. تمام. انزل بقى كده، هات كده القلم. تمام. تعال، عايزك تعرف لي الديفينيشن كويس، ان السيستوليك اكبر او يساوي 140 والدايستوليك اكبر او يساوي 90. عايزك بيقول لك ان في حاجتين بيتحكموا ان يبقى السيستميك ارتيريال بريشر تمام في النورمال، اللي هي كاردياك اوت بوت والبريفرال ايه فاسكولار ريزيستنس. تمام. عايزك تعرفهم لي كويس، عايزك تعرف لي الجدول ده الى حد ما تقراه كويس وتحفظه الى حد ما. يعني حاول ان انت ايه بص، انا اقول لك على حاجه كده ايه تحفظها بيها بسرعه. الاوبتيمم انت عارف ان هو ده الحاجه اللي احنا خدناها في اول ما دخلنا كده الكليه، ان قالوا لك ان البلاد بريشر 120 على 80. تمام. كل بقى اما تطلع درجه، انا عايزك بس تحفظ لي الحته اللي ما تحفظليش ارقام. بري هايبرتنشن اول حاجه خالص ده النورمال، بعد كده بري هايبرتنشن. قبل الهايبرتنشن عايزك تزود لي 20 في السيستول
وايه و10 في الدايستول. يعني اللي فوق دايما لازم ياخد ايه اكتر، المستوى الاعلى ياخد اكتر، يعني ياخد 20 والدايستول ياخد 10. يعني انت بتزود في السيستول 20 وبتزود في الدايستول 10. افضل كده، يعني كل لما تنزل، يعني مثلا الهايبر تنشن عندك البري هايبر تنشن كان الاول 120، بعد كده بقى 120، من 120 ل 40. اما نزلت للهايبر تنشن بقى اكتر من ال 140، فاهمني؟ بعد كده ايه يعني اكتر، بعد كده زود 20، بعد كده اكتر، فاهمني كده؟ في ناس اتلخبطت. بص، صلى على النبي وعلى عليه افضل الصلاه والسلام. انت دلوقتي عشان ما تحفظش الارقام دي كلها، انت كل ما تنزل لحاجه تانية بتزود 20 في السيستول وبتزود 10 في الدايستول. بعد كده بتقول اكبر من او يساوي. بعد كده اما بتنزل تاني بتزود 20 وتزود 10، بتزود 20 في السيستول وبتزود 10 في الدايستول. بعد كده اما بتنزل تاني بتقول اكبر من او يساوي. تمام؟ حاول تترجمها كده في دماغك. وهنا انا عايزك تعرف لي الفرق بين البرايمري والسكندري. البرايمري دي امراض عاديه، لكن السكندري بتستهدف سيستم، يعني مثلا زي رينال ديزيز، الاندوكراين، الكارديو فاسكولار. الكلام ده كله فيها دراج، الدراج برضه بيأثر على الهايبرتنشن. تمام؟ تمام. يبقى البرايمري حاجات عاديه، ديزيز عادي، لكن السكندري يبقى بسبب سيستم. الكلينيكال فيتشر مهمه، مهمه قوي كمان. التارجت اورجان هايبرتنشن مهمين قوي، هم 4. انا عايزك بص تحفظهم ازاي. حط ايدك على دماغك، حط ايدك على دماغك. تمام؟ البرين، بعد كده انزل بصباعك كده الاي لغايه العين، الاي، بعد كده انزل بصباعك لغايه الايه، لغايه الهارت، الهارت. يعني هاتها من فوق لتحت، بعد كده انزل لجنبك الكدني. يبقى تاني امسك دماغك فوق، برين، اي، هارت، كدني. تمام؟ تمام. دي مهمة جدا، مهمة جدا. دي السلايد ده انا عايزك بص تصمه، تصمه حرفيا، تصمه. تمام؟ نفس الموضوع، الدراج تارجت مهمة قوي يا جدعان. دول ان انت تحقق، بيقول لك ان انت عايز ايه، يعني ايه اللي انت عايزه يحقق لك اما انت تكون فعلا عرفت ان انت تعالج الهايبرتنشن، ان انت تكون حققت اتشيفمنت تحقق، وان انت تحافظ على الهدف اللي انت حطيته بتاع البلاد بريشر، ان انت تخلي البلاد بريشر في النورمال. تمام؟ وكمان ان انت تقلل من الايه، من السايد افكت بتاع السيراب اللي انت بتديه للبيشنت. انت هايبرتنسيف دراج مهمين قوي يا جدعان، وتعرفوا السايد افكت بتاعهم. واهم حاجه فيهم الدايوريتك. مش هقول لك ولا الكالسيوم تشانل بلوكر ولا الانجيوتنزين كونفرتنج انزيم ولا الكلام ده كله. اهم حاجه فيها خالص الدايوريتك، لان هنا بيقول لك ان في سايد افكت للسايزايد واللوب. طبعا يا جدعان انتم ملوك الفارما فانتوا عارفين الكلام ده كله. وفي سايد افكت للايه، لل للبوتاسيوم سبيرنج ايه دايوريتكس، اعرفهم كويس. تمام؟ وعندك الكومبليكيشن بتاعت الهايبرتنشن مهمه برضو، مهمه يعني. والهايبرتنشن ايمرجنسي والارجنسي مهمين جدا. ايه اللي يميز بين ده وبين ده؟ الامرجنسي اللي هو بيعمل ايه، بيعمل اكيوت تارجت اورجان دامج، لكن الارجنسي ما بيبقى ويز اوت الساين والسيمتومز بتاع الاند اورجان دامج، الاورجان فيلير. يعني ما فيش يعني الهايبرتنشن ده مش بيصاحبه ان هو يحصل لاي اورجان دامج ولا يحصل له فيلير ولا اي حاجه. لكن الامرجنسي هو بيرتفع ارتفاع مفاجئ قوي، فبيدمر كذا اورجان، واغلبهم بيبقى رينال. تمام؟ تعالى بقى اما نخش على المايوكارديال انفراكشن. عايزك تعرف لي الديفينيشن كويس وبيتقسموا لايه. تمام؟ وان الحاجات التيبيكال شيست بين والان تيبيكال شيست بين، يعني الحاجات اللي مش تيبيكال شيست بين زي البريكاردايتس والديسكتنج اورتنج انيوريزم والكاردياك ايه نيروزس والكلام ده كله، ان هي كومن في الفيميل والكلام ده كله. انت المفروض ان انت ذاكرت الكلام ده. وبرضه الحاجات دي كلها مش تيبيكال شيست بين. الحاجات التيبيكال شيست بين اللي انا هقوله لك دلوقتي، الانجينا عايزك تعرف لي ان هي بتحصل في الميل اكتر من في الفيميل. ليه بقى؟ لان بسبب الفيميل سكسي هرمون بيبقى الاستروجين بيتخلص من الكوليسترول الزياده اللي في الدم عند الفيميل. وبعد طبعا المينيبوزز اللي هي فتره الايه، اللي هي اليأس، خلاص ان الفيميل ما عادتش ان هي تطلع بويضات من الاوفري بتاعها. تمام؟ خلاص هي بقت في مرحله اليأس، فطبيعي ان الهرمونات الانثويه قلت خالص عن الطبيعي بتاعها. خلاص. تمام؟ فهيتساوي بعد كده، يعني بعد المينيبوز هيبقى واحد بيساوي واحد. تمام؟ يعني واحد من الميل ونفس الايه،
يعني نفس المستوى، يعني هيجي الواحد من الميل اثيروسكليروزس وهيجي الواحده من فيميل اثيروسكليروزس، هيبقى بنفس المعدل. الحاجات دي كلها المظاهر ان هو بيحصل بيرنينج وهافي وبيحصل كومبريشن في الصدر، بيحصل يعني بتحس ان في زي ايه، زي تقل، بتحس ان في زي ضغط في الشيست عند البيشنت. ده يعتبر هو ده الايه، ده اللي هو ده التيبيكال شيست بين. ودي مهمه قوي ان هو بيقول لك ان النوبه بتاعه الانجينا يعني اكتر حاجه ليها 15 دقيقه. تمام. وعايزك برضو تعرف لي يعني الانجينا بكتيرياس الانفستيجيشن، شايف ان هي مش تسأل عليها. التريتمنت مهم جدا، ان هو بسبب لينجوال نيتروجليسرين والكلام ده كله مهم اوي. السلايد ده الانستيبل انجينا مهم اوي ان انت تعرف ان الفرق بين الستيبل انجينا والانستيبل انجينا. وكمان الانستيبل انجينا بتبقى من الحاجات اللي هي الخفيه والخبيثه، ان هو فعلا لما بتيجي تعمل البيشنت اي سي جي بتلاقي ان الاي سي جي بيبقى نورمال ما بيحصلوش تشانج ولا الكلام ده كله. يعني هو حتى هنا بيقول لك ويز اوت للاي سي جي والانزيم تشانج، يعني ما بيتغيروش. تمام. تمام. عايزك برضو تعرف لي يعني الظواهر بتاعه الشيست بين بتاعه المايوكاردال انفاركشن، ان هو بيحصل في الليفت شولدر وفي الجوي الفك، ان هو يعني الوجع بيسمع في دول. تمام. عايزك تعرف لي الكلام ده، ان هو بيفضل قاعد الوجع ده عند البيشنت لمده 12 ساعه. تمام. المايوكاردال انفراكشن عايزك تعرف ان هي irreversible. سلايت مهم، والله السلايت مهم. وعايزك تعرف لي برضو الانفستيجيشن بتاعه المايوكاردال انفراكشن، ان انت تميز بين السي بي كي والاي سي تي والال دي اتش، ان كل واحده فيهم بتتعمل بعد قد ايه. تمام. يعني مثلا زي الاي سي تي اللي هي بتتعمل بعد 12 ساعه. تمام. والال دي اتش بتتعمل بعد 48 ساعه. بص، لو لقيت ان انا التون بتاعي بسيط، حاول ان انت تضرب الفيديو في 1.5 2. عيش، يعني المهم ان انت تستفاد من الفيديو اكبر استفاده. تمام. البريفنشن مهمه جدا، مهمه جدا. الاكسرسايز والدايت والكلام ده كله مهم. الانكومبليكيتد مهمه قوي يا جدعان، والله العظيم مهمه قوي، مهمه قوي 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 قوي. يعني ان هو بيقول لك الثرومبوليتيك، انواع الثرومبوليتيك، الحاجات اللي بتدوب الجلطه زي اللي اسمه ايه ده، الستريبتوكاينيز واليوروكاينيز. تمام. والانترا كوروناري اللي هو التي بي اي اللي هو تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، ده يعتبر الاكسبنسيف اللي فيهم اغلى واحد خالص، وده يعتبر اللي هو سبيسيفيك اصلا الثرومبوليتيك اللي هو بيدوب الجلطه، واسرع واحد فيهم. تمام. بس النيرسينج اسسمنت اقراها. وبرضه عندك اللونج تيرم مانجمنت اقراها برضه، مهمه، مهمه اوي كمان والله. تمام. بس احنا كده خلصنا الهايبر تنشن. متفتكرش اخر سلايتين دول عشان عديت وبعد كده قلت لك عليهم تاني، متفتكرش ان هم ايه، مش مهمين. رينال فيليور انت كده دخلت في الجد، والحاجات اللي هي فعلا هتفرق معاك في درجات في درجات الامتحان. عايزك تعرف لي الديفينيشن بتاع الاكيوت اللي هي ريفيرسيبل. تمام. وان هو بيحصل صادم وبيحصل كومبليت لوس، لان التاني هقول لك بيحصل ايه في الفانكشن بتاعت الكدني. تمام. عايزك تعرف لي كلمه كومبليت لوس بتاعت الكدني فانكشن. وعايزك تعرف لي ان الايتيولوجي بتتقسم لثلاث حاجات: بري رينال وانترا رينال وبوست رينال. والبري رينال بتتقسم لثلاث حاجات اللي هو الفوليوم. تمام. والامبيريد كاردياك والفازو دايليتيشن. عايزك برضو تعرف لي الحاجات دي بتندرج تحتيها كام حاجه، تعرفهم وتحفظهم. الانترا رينال عايزك برضو تعرف لي ان هم برضو بتتقسم تلات حاجات: البرولونج رينال اسكيميا والاسباب بتاعت الحاجات اللي بتندرج تحتيها. تمام. والنفروتوكسيك ايجنت عايزك برضو تعرف لي الحاجات برضو اللي بتندرج تحتيها. تمام. والانفكشن اهم حاجه كلمه اكيوت جلوميرونيفرايتس واكيوت جلوميرونيفرايتس. الحاجات دي اما تيجي في الكرونيك هتقول لك كرونيك مش اكيوت. تمام. ركز في كلمه كرونيك واكيوت. والبوست رينال يعني مثلا زي الكالكيولاي، التيومر. البي اتش معناها ايه؟ عشان في ناس كتير سألت عليها، هي اسمها بناين بروستاتيك هايبربليزيا، يعني تورم حميد في البروستاتا.
تمام. حاجه في الاستراكشر، حاجه في حصل بلاد كلوت، قفل مجرى التراكت بتاع اليورين. وعايزك تعرف لي الفيز دي كويس. الفيز بقى بتاعت الاكيوت رينال فيلير، عندك التلاتة فيز مهمين قوي. اللي يميز اول فيز ان هي بيحصل فيها هايبر كاليميا، تمام، وان دي اصلا لوحديها اصلا ممكن تعمل ايه، تعمل كاردياك اريست. وعايزك تعرف في الدايوريتك فيز ان هي بيزيد، يعني كلمه دايوريتك هي بتزود اصلا ايه، اليورين اوت بوت. يعني الكلام الى حد ما بتحسه ان هو بيربط بعض. الريكفري طبيعي ان هي بتعمل امبروفمنت، يعني هي بتحسن الفانكشن، ان هي خلاص بقى يعتبر ان هي بتعمل ريكفري، ان هي بتستعيد صحتها وخلاص، ان هي ان شاء الله هتبقى كويسه. بيقول لك ان هي بتاخد من 3 ل 12 شهر، يعني من 3 شهور ل 12 شهر، تمام. عايزك تعرف لي الكلينيكال بيتشر، مهم قوي، يعني مهمه. بيقول لك ان ايه اللي بيحصل في البرينال، وايه يعني الاسباب بتاعت الحاجات دي كلها، والانترينال مهم. الكلينيكال بيتشر كمان بتاعت البوست رينال مهم جدا. من غير ما اتكلم والله انت عارف ده كويس. بريفنت، بيقول لك الحاجه وعلاجها، يعني بيقول لك ان انت تدي للبيشنت اديكويت هيدريشن، القدر الكافي من السوائل، اما يكون البيشنت ريسك ان هو يجيله دي هيدريشن، تمام. باقي الحاجات طبعا، باقي الحاجات يعني باقي السلايد مهم. الدايجنوزس بتاع الاكيوت كدني دي فيلير مهم جدا. انا مش عارف هي ليه مش مفروض اي كي اف، يعني هي اكيوت كدني فيلير مفروض يعني، بس مش عارف هما ليه كاتبينها كده. ان انت تقيس للبيشنت اليورين اوت بوت والكلام ده كله، سلايد برضه مهم. التاني المانجمنت والتريتمنت، يعني بيقول لك كل حاجه، يعني مثلا البرينال لما بيحصل دايهيدريشن انت تديله اديكويت هيدريشن. على فكره الحاجات دي ممكن على فكره تيجي MCQ، يعني هو يقول لك اما بيبقى البيشنت عنده دايهيدريشن طبيعي ان انت تديله ايه، تديله اديكويت هيدريشن، فاهمني. لما يكون البيشنت عنده هارت فيلير تديله ايه، تديله دايريتكس، هتديله فازو دايليتور. الكلام ده كله والله العظيم مهم. وبيقول لك كمان لما يكون في كمان علاجات ان هي فروتوكسيك، بيقول لك ان انت تعمل ستوب للميديكيشن اللي هو بيأذي الكدني، وكمان ان انت تديله اديكويت ايه هايدريشن. الدياليسيس بيقول لك امتى ان انا اعمل للبيشنت دياليسيس، انديكيشن امتى ان انا استخدمه، اما يكون البيشنت عنده هايبر كانيميا، اما يكون البيشنت عنده اسيدوزس، اما يكون البيشنت نوت ريسبونس، يعني ما بيستجابش للميديكيشن، تمام. وباقي طبعا الحاجات مهمه. اللايف ستايل موديفيكيشن، ايه الحاجات اللي انا بغيرها في اسلوب الحياه بتاعت البيشنت، مهمه جدا برضه. الكرونيك رينال فيلير، في ناس بتقول لي طب ايه اللي مش مهم، انا بقول لك الحاجات اللي انت تركز عليها في الحاجات المهمه، فاهمني. لكن طبيعي طالما الدكتوره مدياك سلايطات، فطبيعي انه يعتبر اغلب السلايطات مهمه، فاهمني. مش مدياك كتاب، يعني مش هنعمل زي البالغين كان مديك كتاب، فانا قلت لك الحاجات اللي مش عليك وشخبطت لك عليها، قلت لك الحاجات دي ابعد عنها. لكن اما طبيعي يكون الدكتوره مدياك او الدكتور مديك سلايطات، فطبيعي ان السلايطات دي بيبقى يعني 95% ولا 98% من السلايطات مهمين، فاهمني. عندك الكرونيك اهم حاجه كلمه بروجريسيف وايرفيرسبل، وكمان بيحصل ايه، ديتيريوريشن. شفت انت التانية كان في كومبليت ايه، كومبليت في الفانكشن ايه، كومبليت في اللص بتاعت الفانكشن بتاعت الرينال. لكن دي تحصل ايه، ديتيريوريشن يعني تدهور. ليه تدهور مش بيحصل كومبليت لص؟ اقول لك ليه، لان دي حاجه اكيوت، فطبيعي ان هو، ما انت عارف ان الاكيوت بتبقى لونج ايه، لونج تيرم، بتبقى من ساعات لايام، ما بتاخدش اكتر من كده. لكن الكرونيك دي حاجه كرونيك مزمنه، فطبيعي ان هو بيحصل ديتيريوريشن تدهور في الفانكشن بتاعه الرينال، فاهم، على فترات. بس الاستجات، ازاي تحفظ الاستجات؟ يعني كان عندنا لحد دلوقتي واحد الله اكبر عليه يعني، وانتوا عارفينه، اسلام بتاع سنه تانية، قال لكم تحفظوها ازاي. وانا شايف والله العظيم يعني اللي هو بيقوله دي اسهل طريقه، اسهل حتى من الطريقه اللي انا هقولها لك. بس انا هقول لك برضو الطريقه بتاعتي يمكن تيجي معاك. ستيج 1 انت عارف ان هي بتبدا من 90، يا اكبر يا اقل يا يساوي، تمام. كل لما تنزل ستيج، يعني كل لما تطلع ستيج بتنقص 30، يعني تقول من 90 ل 60، من 60 ل 30، بعد كده بتنقص 15، لما تلاقي بقى 30 بتنقص 15، بتقسمها، فاهمني. انا حافظها كده، انت عايز تحفظها زي ما اسلام قالك، وده انا شايف ان هو الاسهل، ان انت ترسم خط قدامك وتحط الاستجابات بين ايه، بين كل رقمين. ده انا شايف اقسم بالله ده اسهل طريقه. الناس اللي مش عارفاها، هو كان بيرسم خط كده
تمام. تمام. ويكتب هنا 90، ويكتب هنا 60، ويكتب هنا 30، ويكتب هنا كام، ويكتب هنا 15. يكتب هنا 15، عفوا، يكتب هنا ايه 15. تمام. كان يقول لك والله اكتر من 90 ده اللي هو ستيج 1. تمام. اللي بين ال90 وال60 ده ستيج 2. اللي بين ال60 وال30 ده ستيج 3. اللي بين ال30 وال15 ده ستيج 4. اللي اقل بقى من ال15 ده ستيج 5. تمام. وحتى بيقول لك ان الستيج 5 ده اللي هو ستيج الدياليسيس، انت تعمل فيه ايه؟ غسيل كلوي. الايتيولوجي مهم قوي. بص، الايتيولوجي بتاع الكرونيك حاجات كرونيك زي الدايابيتس، هايبرتنشن، الكلام ده الكرونيك جلوميرولونفرايتس والبيلونفرايتس. تمام. شايف كلمه كرونيك مش اكيوت زي الاكيوت. تمام. مهمه قوي. كلينيكال مانيفستيشن عايزك تعرفها لي كويس قوي، كويس قوي. تمام. كلها بقى الاربعه كومبليكيشن تعرفهم. اي اهم الكومبليكيشن الانيميا، بسبب انت عارف من ايام الفسيولوجي ان كان الكدني بتفرز 80% من الاريثروبيوتين اللي هو بيعمل على ايه البروتكشن للايه للار بي سيز. تمام. مهم. دايجنوزس مهم قوي. تريتمنت مهم، وبالذات بتاعت الكالسيوم. الكالسيوم مهم قوي. وان انت تدي للبيشنت اريثروبيوتين من بره، وان انت كمان تديله حاجه للهايبرتنشن زي اللي هو ايه انجيوتنزين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز. مهمه. الدياليسيس مهم برضو، تعرف الانواع بتاعتها. انت عارف ان انت في 3 انواع، اللي هي بروتينيال دياليسيس وهيمودياليسيس واللي هي هوموفلتريشن. 3. فاكر انت ايام البالغين لما كملناش اسبوع؟ يعني المفروض تبقى انت عارف الكلام ده. ايه تاني عندنا؟ الهارت فيلير. هنخلص والله، هنخلص والله. لا تقلق، لا تقلق، لا تقلق، لا تقلق. عايزك تعرف لي الانترودكشن، عايزك تعرف لي الديفينيشن، وعايزك تميز لي بين السيمتومز والساين. السيمتومز دي الحاجات اللي البيشنت يقدر ان هو يقولها. يعني مثلا بيرستلسنس، بيشنت بيقول لك انا مش قادر اخد نفسي، بيقول لك ان رجلي مورمه، انكل سويلنج، بيقول لك ان رجلي مورمه، يقول لك البيشنت ان انا مش قادر اعمل حاجه، انا فاتيك، فاهمني، تعبان. ده اللي يقدر ان هو يقوله لك. لكن انت يعني كفيزيشن او كنيرس يقدر ان هو يشوف من عليه المظاهر دي لانك انت درستها. تمام. يبقى السيمتومز ده البيشنت اللي هو بيقوله لك، الساين انا ده اللي انا بشوفه. تمام. يعني مثلا انت بتشوف الايه elevated للجاجولار بين بريشر، انت بتقيس له ايه؟ بتقيس له السي في بي. طبيعي البيشنت مش هيقيس السي في بي يقول لك والله انا عندي ايه، انا عندي السي في بي عالي، فاهمني. انت اللي بتشوف الكلام ده. بتيجي تسمع بالسماعه بتشوف ان ايه، ان في البلمونري في كراكلز، بتشوف ايه، بتشوف البريفرال ايديما، تشوف ان اغلب جسمه مورم، هو بيبقى شايف بس رجله، فاهمني. الحاجات دي يا جدعان اعرفوها. سلايد مهم قوي. كلاسيفيكيشن، عايزك تعرف لي الكلاسيفيكيشن اسماء. يعني الهارت فيلير بنقسم رايت سايد، ليفت سايد، البوز، كل الكلاسيفيكيشن دول انا عايزك بس تعرفهم اسامي. الايجكشن فراكشن انت معلكش مسائل، معلكش مسائل عشان اللي يجي يقول لك والله ده انت هيجيلك مساله وهتحسبها والكلام ده، مفيش الكلام ده يا اسطى. الكلام ده كان ايام الفسيولوجي. فاكر انت ايام الفسيولوجي لما جات لنا المسائل وحليناها بالاله؟ بس انا عايزك بس تعرف لي النورمال رينج من 55 ل65%. بس انا مش عايزك تعرف اكتر من كده. تمام. الاندرستاندنج، الكي تو اندرستاندنج مهمه قوي، واهم حاجه فيها بتاعه اللنج ان هو بيحصل حاجه اسمها اورثوبنيا، اللي هي اسمها بروكسيمال ايه نكتيرنال ديسبينيا. اهم حاجه فيها تعرفها لي. والليج اديما مهمه قوي. الهارت فيلير، والله بص الحته دي الدكتوره قالت لك مش عالج، بس والله العظيم الميكانيزم ده يفهمك حاجات كتير، بس انا طبعا عشان ما ازودش على الناس المعلومات فانا مش هشرحه. تمام. بس انا يعني هو مش عايز شرح، والله العظيم هو مش عايز شرح، بس انت عايز تسمعها اسمعها، مش عايز تسمعها انا ابقى اعمل كده فيديو بسيط صغير. وعلى فكره انت مش السيل فيه، بس انا ان شاء الله اعمل فيديو صغير كده وابقى اشرحها لك هي جت ازاي. تمام. عايزك تعرف الكلاسز دي كلها تعرفها لي. يعني حتى بص لو انت هتحفظ لي اول حاجه، يعني اول حاجه ما فيش النوت ليميتيشن، سلايت ليميتيشن، ماركت ليميتيشن، ان ايبل، انت هتحفظ لي اول كلمتين. عايزك تعرف لي الفرق اما بيحصل ليفت سايد فيلير وبين الرايت سايد ايه فيلير. عايزك تعرف لي المانيفستيشن، ايه اهم المانيفستيشن في الحاجات دي كلها. عايزك تعرف لي ان هو بيحصل ايه اورثوبنيا. تمام. وبيحصل ساينوزس، وبيحصل اليفيتد للبلمونري، وايه تاني، البروكسيمال نكتيرنال
مهم قوي، ده المرض اللي انا قلت لك فوق. لغايه ما بيحصل ايه؟ بريفرال فينس بريشر، اسايتس، اللارج للليفر والسبلين. ايه تاني؟ ايه تاني؟ انا فاكر والله الحاجات المهمه هي دي، اللي هي الكرونيك بالمونري بروبلم، ان هي تبقى سكندري عشان جايه من الرايت، لكن لو جايه من الليفت بتبقى ايه؟ برايمري، بس هي مش مكتوبه هنا. تمام. تعرف لي لما بيكون الاتنين مفيرلري، الاتنين حصل لهم فيلير، التو فينتريكل، ان هو حتى بيقول لك باي فينتريكل فيلير. عايزك تعرف لي الاتنين دول. تمام. دي الدكتوره قالت مش علينا، عايزك تعرف لي كل الكومبليكيشن. تمام. وعايزك تعرف لي العلاجات بقى، ازاي نعمل مانجمنت للبيشنت من النون فارماكولوجيك والفارماكولوجيك. والله بص، لو حتى الدكتوره قالت لك مش مهمين، اعرفهم لنفسك. انا مش هقول لك تركز عليه ولا ما تركزش على ايه، بس يعني الى حد ما، مش هقول لك يعني، والله مش عارف اقول لك ايه، بس يعني اعرفهم لنفسك. يعني لحد ما تبقاش واقف مثلا في الطوارئ في الامتياز بتاعك ما تبقاش عارف حاجه. فاهمني؟ بس يعني الدكتور قالت مش مهم. ايه تاني؟ المفروض ان احنا عندنا السي او بي دي، بعد كده الدايابيتس، بعد كده الثيرويد. يا رب يكون الفيديو مطولش، يا رب يكون الفيديو مطولش. ايه؟ يا رب يكون الفيديو مطولش. انا بدعي اهو زيكم والله. عايزك تعرف الانترودكشن بتاع الدايابيتس، الديفينيشن بتاع الدايابيتس ان هو جروب هايبر جلايسيميا. دي ممكن تجيلك على فكره ترو اند فولس، يجيب لك الديفينيشن ويقول لك هايبر جلايسيميا فهتطلع ايه؟ فولس. تمام. عايزك تعرف لي التايبس كويس، التايبس والديفينيشن بتاعهم مهمين قوي، مهمين قوي. الديفينيشن بتاع التايب 1 والتايب 2 مهمين. الجاستيشنال اهم حاجه كلمه فيها ديورنج بريجنانسي، مش عارف هي ليه اختفت، زعلانه. ايه طيب؟ ان هو كمان ممكن يتطور ويوصل للتايب ايه؟ للتايب 2. عايزك تعرف لي يعني المقارنه بين التايب 1 والتايب 2 تعرفها لي كويس قوي، كويس قوي. ايه المهم فيها؟ ان ده بيحصل لليونج ايدج وده بيحصل للميدل ايدج. ده بيبقى وراثي، وده قصدي ده ما بيبقاش وراثي، التايب 1 ما بيبقاش وراثي والتايب 2 بيبقى وراثي. تمام. وان ده بيبقى بيحتاج انسولين، وده بيكون مش نسيسري ليه، مش ضروري ليه ان هو يحتاج انسولين. يعني انا لو مشيت معاه اكسرسايز ودايت، مشيت معاه يعني المعنى الاصح لايف ستايل موديفيكيشن، هقدر ان انا اعالج ده. تمام. تمام. وده بيبقى سن وده بيبقى اوبيس. تايب 1 بيبقى سن والتايب 2 بيبقى اوبيس. تمام. عايزك تعرف لي كمان السيمتومز. وعايزك تعرف لي هنا، دول مهمين قوي. ومن ايام طبعا البلاجين الناس عارفه ان هو بيبقى السيمتومز بتاعه الديابيتس اللي بيحصل بوليوريا، ان هو بيزيد كميه البول اللي هو بيطلعها من جسمه، وبيزيد كمان البولي ديبسيا ان هو بيبقى عطشان، وبوليفيجيا وهو بيبقى جعان، وبيبقى بيحصل له ويت لوس. ده بالنسبه طبعا لتايب 1 عشان قلت لك بيبقى سن بيشن والفتيج في الاثنين. تمام. عايزك تعرف لي السيمتومز بتاعه الهايبو جلايسيميا والهايبر جلايسيميا. وعايزك تعرف لي الانفستيجيشن، ايه الحاجات اللي انت بتعملها للبيشنت، الفاست بلاد الفاست بلاد جلوكوز، والبوست برانديال بلاد جلوكوز. تمام. والتراكمي والليبيد بروفايل والكلام ده كله. الفاست انا عايزك تعرف ان هو البيشنت بيصوم من 8 ل 10 ساعات. بيقول لك قبليها ب3 ايام بيبقى بياكل عادي النورمال دايت بتاعه، يعني الاكل اللي هو بياكله اصلا في الطبيعي بياكله عادي 3 ايام. يعني انت تقول للبيشنت اللي هو هيعمل تحليل صايم، هتقول له قبل ما انت تعمل التحليل ده ب3 ايام تكون بتاكل عادي، يعني الطبيعي بتاعك اللي انت بتاكله، اللي الدكتور ممشيك عادي لو انت ملتزم، لو انت مش ملتزم برضه زي ما انت. تمام. عشان يطلع ايه نتيجة التحليل. تمام. عايزك تحفظ لي الرنجات بتاعتهم. تمام. اللي هو البوست برانديال ده اللي هو بيتعمل بعد، او بيقول لك افتر 2 اور من الايه، من الميلز، من الوجبه. وعايزك تعرف لي برضو الايه، الارقام بتاعته. تمام. والتراكمي عايزك تعرف ان هو بيتعمل بعد 3 شهور. تمام. وعايزك تعرف لي برضو النورمال رينج والتارجت رينج والكلام ده. المانجمنت، بص انا بس عايزك تعرف الدايت والاكسرسايز ده بيبقى اكتر للناس اللي هم تايب 2. يعني تايب 2
لان التايب 1 هو اصلا حصل ديستراكشن للبيتا سيل اصلا. يعني انت هو لازم عايز انسولين، مفيش بني ادم في الدنيا بيعيش من غير انسولين، تمام. لكن التاني هو اللي مبوظ حياته. يعني التايب 2 هو راجل اوبيس، بياكل سكريات كتير، بيدخل جسمه كالوريز كتير. فانا لو ظبطت له ده وظبطت له الاكسرسايز، هظبط له نسبة الحاجات اللي هو بيدخلها جسمه على قد نفس نسبة الانسولين الطبيعي في جسمه. فبعد كده خلاص هو اتعود خلاص على نسبة الاكل دي ونسبة الاكسرسايز اللي هو بيعملها مع الاكل اللي هو بياكله مع حبة الانسولين اللي عنده في جسمه الطبيعيين، تمام. الدايت بيقول لك ان مفيش يعني علاج هينجح ولا ان هو هيأثر. يعني هو بيقول لك كان نوت افكت، بعيدا عن ان انت ما تبقاش مظبط له الدايت بتاعه، تمام. وعايزك تعرف ان الدايت بيعمل ايه في، يعني بيظبط ايه ولا بيعمل ايه. والاكسرسايز نفس الموضوع. اقرأها، مش بقول لك احفظها، انا بقول لك اقرأها وافهمها، تمام. ويقول لك ان النيوتريشن مانجمنت للتايب 1 تعرفها برضو. وبرضو المانجمنت للتايب 2 مهمة جدا جدا. الخمسة كلاس بتاع الاورال ميديكيشن والله يا ابني بصمجها. انا ذات نفسي انا كهو يعني كويس لحد ما شويتين في الانجليزي، حرفيا مش عارفين يتنطقوا، بصمجها. يعني كنت انا ببصمجها كده حاجه، كنت انا بقول عليها اثبتام. يعني فاهم، باخد اول حرف من كلهم. يعني انا احفظ اسم علاج واحد انا اللي مخترعه من دماغي كده، ويجيب لي كل ويجيب لي الخمس علاجات اسمها اثبتام. اثبتام اثبتام، تمام. يا عم احفظها كده وخلاص. عايزك تعرف لي ان الانسولين بيتكون من البولي بيبتايد، تمام. عايزك تعرف لي ان في حاجه اسمها في حاجه اسمها بيزل بتفضل بين الميلز. يعني في نسبه كده، نسبه اساسيه، نسبه نورمال كده من الانسولين بتبقى موجوده في الجسم، تمام. عايزك تعرف لي برضو التايبس بتاعت الانسولين. دي بقى الحته الصعبه في الموضوع، يعني هي مش صعبه ان شاء الله، كل حاجه ربنا بيجعلها سهله، بس احنا نتوكل على الله، تمام. عايزك تعرف لي الرابid اكتنج، تعرف لي بس يعني الى حد ما، يعني بص، يعني حاجة سريعة، فطبيعي الأنسب بتاعها هيبقى في رينج ربع ساعة نص ساعة، تمام. حاجة شورت تبقى من نص ساعة لساعة، ما عدتش يعني أكتر من كده الأنسب بتاعها. والبيك والحاجات دي يعني لحد ما حاول إن أنت تقراها مرتين تلاتة أربعة كده، هتلاقي الدنيا إن شاء الله معاك جميل. الانترميديت، ال ان بي اتش، تعرف لي برضه أسامي الأدوية. اللونج، تعرف لي إن هي كمان إن هي ملهاش إن هي ملهاش بيك. اللونج ملهاش بيك، تمام. تعرف لي الماكس، ان هي من الميكس دي، ان هي ما بتستخدمش وما بتفضلش. عندك الانديكيشن الانسولين، عايزك برضو تعرفها. يعني بص لغايه هنا كده انا عايزك تعرف الباقي ده، والله العظيم الدكتور ما شرحته، الدكتور فعلا ما شرحتوش. عايزك تعرف لي السايت بتاعه الانجكشن بتاعه الانسولين اللي هي في الابدومين، تمام، حوالين الصوره، تمام. وكمان عايزك تعرف ان في الباتوكس وفي الابر ارم، وكمان دول بتديهم الانترميديت اللي هو المتوسط، تمام. بيقول لك ان انت تغير السايت بين كل انجكشن وانجكشن، تمام. السايد افكت عايزك تعرف برضو اللوكال والسيستميك، عايزك تعرف لي دول مهمين اوي على فكرة، مهمين اوي. اللي هي الانسولين لايبوتروفي والانسولين لايبو هايبوتروفي والانسولين ايديما والويت جين. الكلام ده كله عايزك تعرفه لي، مهم اوي على فكرة. اعرفه، مش بقول لك احفظه، والله العظيم بقول لك اعرفه. يعني الناس اللي تقول لي انا هعرف كل ده، معلش معلش استحملني، معلش. سيو بي دي، سيو بي دي من المحاضرات السهله قوي، سهله قوي والله. دي الحته دي ازاي الهوا بيمشي، مش عايز تعرفها ما تعرفهاش، مش اسالك فيها، انا تمام. وعايزك تعرف لي برضو السلايد ده بيقول لك الكاركترايز بتاعت السيو بي دي بتعمل ايه، بتعمل اوبستراكشن لللونج اير فلو. وبيقول لك ان الترم بتاع السي او بي دي بيشمل الكرونيك برونكايتس والامفيزيما، تمام. والكرونيك برونكايتس اللي هو بيقول لك ان هو بيحصل بروتكتيف، كرونيك بروتكتيف كف، يعني كف فيه سبيوتم لمده 3 شهور لكل سنتين. والامفيزيما اهم كلمه فيها اللي هو بيحصل ديستراكشن للايه للالفيولاي، تمام تمام تمام.
الانذر كاف كرونيك، يعني الحاجات اللي انذر كوزس، الحاجات اللي هي بتسبب كرونيك كاف برضو، بس ما تتصنفش سي او بي دي. واهم حاجه البرونكيال ازمه. ايه الفرق بين البرونكيال ازمه والسي او بي دي عموما؟ ان البرونكيال ازمه التون بتاعها بيزيد بالليل، تمام؟ يعني الناس بتقعد تكح بالليل قوي وبتلاقي نفسها تعبانه قوي بالليل. لكن السي او بي دي العكس، بيبقى تعبانه اكتر الصبح. يعني لو جات لك ام سي كيو، ممكن الدكتوره مثلا تلعب في حاجه زي كده، تقول لك يعني لو انت عارفها مثلا يعني. عايزك برضو تعرف لي ان اللنج بتتاثر ازاي. بيقول لك ان هو اصلا في الطبيعي ان هي الاستيستي عشان تطرد الهواء ايه، بره الجسم، تمام؟ تمام. وبيقول لك ان السي او بي دي بتعمل لوس في الالاستيستي بتاعته، تمام؟ وكمان بتعمل تبد، يعني تبد ان هي بتحبس الهواء جوه الايه، جوه اللنج، تمام؟ وبيقول لك هنا في الكرونيك برونكايتس ان هو بيحصل ريسبونس، يعني بيحصل استجابه للانفلاميشن، فبيحصل ايه، بيحصل ميوكاس بروتكشن، تمام؟ ده شكل الانفيزيما، وده شكل البرونكايتس. مش مهم، مش هيهمك أوي في الامتحان. الايتيولوجي مهمة أوي، وأهم حاجة خالص اللي هي توباكو سموك، اللي هو دخان التبغ، مهمة أوي. انفايرومنتال أهم حاجة فيها كلها الاير بوليوشن، تمام؟ الألفا أنتي تريبسين ديفيشنسي. بص باختصار عشان في ناس كتير أوي متلخبطة في الحوار ده، الألفا أنتي تريبسين ده، تمام؟ هو اصلا بيحمي الخلايا من ان هي يحصل لها ديستراكشن، خلايا الايه، خلايا اللنج، تمام؟ طبيعي ان هو ما يحصل فيه ديفيشنسي، نقص عن المستوى الطبيعي، فهيبقى الخلايا دي ريسك ان هي ايه، يحصل لها ايه، يحصل لها بريك داون ويحصل لها ديستراكشن، تمام؟ هو حتى بيقول لك ان هو بروتكت، ان هو بيحمي اللنج من ان يحصل من ايه، من حاجه اسمها الاستوليتيك بريك داون. يعني ايه كلمه ليتيك؟ وانا قلت لك ليتيك معناها ان هي تكسر. الاستوليتيك يعني هي بتكسر المرونه بتاعه الايه، الالفيولاي، فهو بيحميها من ده. فطبيعي ان هو اما يكون في ديفيشنسي، نقص عن المستوى الطبيعي، فطبيعي ان هو بقى ايه، الاستوليتيك ده اللي هو الانزيم ده هيروح يكسر الايه، يكسر المرونه بتاعه الالفيولاي، تمام؟ تمام. عايزك تعرف لي برضو الكلينيكال برزنتيشن، تمام؟ مهمين قوي. الساين والسيمتومز، ان هو الكف بيبقى بروتكتيف، تمام؟ سمول اماونت وكولرليس، هو بيبقى عامل زي الايه، عامل زي السليفري كده، تمام؟ وباقي طبعا السلايد مهم. كومبليكيشن مهمه قوي. ده بيودي لايه وده بيودي لايه. يعني بالمونر هايبرتنشن المفروض ما يقولكش هارت فيلير بس، المفروض ان هو يقول لك رايت سايد هارت فيلير، بس هي مش جايبها لك يعني، ما تشغلش دماغك. جت ازاي برضه عشان في ناس ايه. بص الهارت اهو، تمام؟ الهارت اهو، معلش اعتبر ان ده الهارت. ده لغايه ايه، لغايه فينتركل. انت عارف ان لغايه فينتركل بيضخ للايه، للبلمونري فين، بيضخ للبلمونري فين. اما يحصل اصلا، اما يجي يضخ والايه، وان الارتري بتاع البلمونري ده مش ما بيعملش ريلاكسيشن عشان يستوعب كل الايه، كل الدم ده، فهيفضل كل لما يجي يضخ الدم مش هيضخ الدم كله اللي ايه، اللي في الرايت فنتركل، تمام؟ فهيسيب حبه دم، فهيجي له دم تاني. اما يجي يضخ برضه هيسيب حبه دم، فهيفضل يتراكم الدم في الرايت ايه، في الرايت فنتركل، لغايه ما ايه، لغايه ما يستوعب اكتر من الاستيعاب اللي هو بيستوعبه في الطبيعي، لغايه ما يفلير، تمام؟ تمام. وعندك كمان لما بيحصل ربشر للالفيولاي، بتعمل ايه، نيمو ثوركس، تعمل هوا في اللنج. تعرف برضو الكلام ده مهم قوي. وتعرف لي دي، بيقول لك من الميلد للمودريت، بالنسبه لما انت بتيجي تعمل البيشنت ارتريال بلاد جازس، من الميلد للمودريت، تمام؟ بتلاقي عند البيشنت هايبوكسيا، وما بتلاقيش ان هو عنده هايبر كابنيا اللي هو احتباس لثاني اكسيد الكربون، ما بتلاقيش عنده ده من الميلد للمودريت. لكن لما بيكون بروجريسس بتلاقي عنده هايبوكسيا، وبتلاقي عنده كمان هايبو ايه، كابنيا، تلاقي عنده كمان احتباس للايه، احتباس لثاني اكسيد الكربون. عايزك تعرف ان هو اما انت بتعمل اكس راي اللي هو شيست راديوجرافي، تمام؟ بيقول لك في الانفيزيما بتلاقي هايبر ايه، انفليشن يعني بتلاقي احتباس للهواء جوه، تمام؟ لكن في الكرونيك برونكايتس بتلاقي انكريز للبرونكو فاسكولار ماركينج، يعني بتلاقي كده، بتلاقي ان البلاد فيزل معلم في البرونكاي، شكله كده تحس ان هو غليظ. وبيقول لك كمان ان المقطعيه بتبقى اكتر، يعني هاي سبيسيفيك في الانفيزيما، الدايجنوزس بتاع الانفيزيما. الحاجات دي على فكره مهمه قوي والله، تمام؟
البلمونري فانكشن تيست، اقرأها، مهمة. نيرسينج اسسمنت مش مهمة قوي، ودي مش مهمة قوي بس يعني تقرأها وتعرفها، تمام. التريتمنت مهمة جدا. المانجمنت الانفلاميشن اهم حاجة خالص ان انت تديله سترويد، تديله كورتيزون، مهم. الاسامي بتاعت الادويه دي، يعني انا شايف ان هي مش تسالك فيها، والله مش تسالك فيها، بس انا عايزك تعرف ان السيستميك بيعمل سايد افكت اكتر من الانهيليشن. يعني هو بيقول لك ان الانهيليشن بتاع الكورتيكوسترويد بيبقى ليس ايه، ليس السيستميك سايد افكت، يعني هو بيبقى اقل سايد افكت عن السيستميك. المانجمنت مهمه، مهمه كلها، يعني الفاسكاست دي مهمه قوي. يعني هو بيقول لك في حاجه اسمها ان اسيتايل سيستين، اللي هو ده يعتبر ايه، مدوب للايه، مدوب للبلغم، مهم برضه. وبيقول لك ان انت بتدي هنا هايدريشن عشان تساعد للبيشنت ان هو يعمل كف ويطلع السكريشن للبيشنت اللي هو ايه ان ايبل للكف، وبتدي للبيشنت ان اسيتايل سيستين اللي هو عنده بلغم، وكمان انت بتعالج للبيشنت اللي ايه، اللي هو عنده سي او بي دي. مهم برضه ان انت تعرف التفرقه بين دي وبين دي. ومهم ان انت بالنسبه للاكسجين ثيرابي، فاكر انت دكتور رشا السيد ربنا يا رب يمسها بالخير، ما كانت بتقول في السي او بي دي ما ينفعش تدي هاي فلو، يعني هو حتى هنا بيقول لك افويد يعني تجنب الهاي فلو اكسجين، تمام. بيقول لك بسبب ان هو ممكن يؤدي لان هو يحبس كمان ثاني اكسيد الكربون جوه، يعمل ثاني اكسيد، يعمل كربون دايوكسيد ريتنشن، تمام. مهم قوي الكلام ده. البرونكو دايليتور، الحاجات دي برضو مهمه، بس الدكتوره قالت لك الميديكيشن مش عليكم، عايزين تلتزموا التزموا، تمام. بس الحمد لله خلصنا السي او بي دي. فاضل لنا ايه؟ يا رب ما اكونش نسيت حاجه. فاضل لنا الثيرويد، خدنا الدايابيتس، فاضل لنا الثيرويد بس. اخر محاضره، اخر محاضره، ابشروا يا شباب. هرمونات البيتيوتري جلاند والكلام ده مش عليك، الحاجات دي فسيولوجي يا جدعان، فسيولوجي، فسيولوجي، عايز تعرفها عرفها. بس عايزك برضو تعرف ان التي ار اتش بيفرز من الهايبوثالاموس يروح للبيتيوتري جلاند، والبيتيوتري جلاند بتطلع التي اس اتش، التي اس اتش بيروح للثيرويد جلاند بيطلع التي 3 والتي 4، تمام. عايزك تعرف لي الهايبر ثيروديزم، تمام. واهم حاجه فيها الجريفز ديزيز، واللي هي الجريفز ديزيز دي اللي هي اوتو اميون ديزيز، تمام. مهمين يا جدعان والله. جريفز ديزيز هي اوتو اميون ديزيز، تمام. معلش الفيديو فصل. اهم حاجه فيها ان هو بيطلع انتي بودي بيمسك في بيمسك مكان التي اس اتش، بيمسك مكان الريسبتور ده، على ما انت عارف ان التي اس اتش بتروح للايه، للثيرويد جلاند. هو بقى بيطلع انتي بودي كده، بيطلع جسم مضاد كده، تمام، بتاع المناعه، بيروح يمسك مكان التي اس اتش ويشتغل كأنه تي اس اتش، ويطلع ايه، ويطلع التي 4 والتي 3. وطبيعي هنا طالما في تي 3 وتي 4 كتير، هيروحوا للبوتيتري جلاند يقولوا لهم احنا مش عايزين تي اس اتش، فكده يعتبر هيبقى منسوب التي اس اتش، الكونسنتريشن بتاع التي اس اتش في الدم هتلاقيه قليل جدا، تمام. عايزك برضو تعرف لي الايه، البرايمري ثايروتوكسيكوزيس اللي هو الجريفز ديزيز، ايه اللي بيحصل فيها، مهم قوي. يعني السلايدات دي كلها مهمه، السلايدات دي كلها مهمه. السلايد ده مهم، السلايد ده مهم، اللي هو التاني ده مهم، والسلايد ده كمان مهم. الانفستيجيشن مهم اوي، ان انت بتاخد الفري، تمام. الدكتوره قالت عليها فكره. السلايد ده مهم، السلايد ده مش مهم اوي بس تعرفه. بص اقول لك على حاجه، انتي ثيرويد دراج اللي هو كاربيمازول. كاربيمازول ده اهم حاجه والله العظيم، يعني ده اهم حاجه في السلايد كله، كاربيمازول. يعني ده اللي تعرفه، الانتي ثيرويد دراج مهم اوي. الهايبوثايروديزم عايزك يعني بص، ده مهم. بيقول لك كمان ان هو بيحصل ديس اوردر في البيرز اللي هو اسمه ايه، كارتينيزم، دي اللي هي القماءة. فاكر انت ايام القماءة ايام الثانوية العامة؟ طبعا اكيد مش فاكر. بتحصل في الشيلدرن اللي هو كان دماغه كبيرة ورقبته صغيرة،
وجسمه قصير وفاشل دراسيا، وكمان عنده ضعف جنسي. فاكر انت الكلام ده اكيد. بيقول لك كمان لما بيحصل هايبوثايروديزم في الادلت بيحصل له ميكسوديما، والحاجات دي كده كلها اوتو اميون. عندك اللي هي هوشيموتو ديزيز في الهايبوثايروديزم، ركز، يبقى في جريفز ديزيز اللي هو في الهايبرثايروديزم، والهوشيموتو ديزيز اللي هو في الهايبوثايروديزم. مهم أوي تعرف الكلام ده كله. ميكسوديما تعرف ان هي بتحصل في الادلت، اللي هو بيبقى راجل تخين وما بيستحملش ما بيستحملش السقعية، وكمان بيبقى جلده ناشف. كنا بنقول ان هو راجل مقشف وتلين وما بيستحملش الحرارة، ودايما كده تحس ان هو نايم ومش قادر يعمل اي حاجة، متحركش. الكلام ده كان ايام الثانوية العامة يعني. بيقول لك ان هي كومن في الفيميل. مهمة قوي، مهمة قوي ان انت تعرف الكلام ده. وعلى فكرة الهايبر ثايروديزم كان مستاهل ان هي الميل 1 والفيميل 8، يعني من 1 ل8. يعني هي بتحصل في الفيميل اكتر برضه. تمام. هو حتى هنا بيقول لك ان السكين بيبقى دراي، والكلام ده كله اللي انا قلته لك. يعني انا قلت لك بايه؟ يعني بطريقه كده فكاهيه شويه، بس ايه ممكن دي الكلام ده ايه يثبت في دماغك. سلايد مهم قوي كمان. والسلايد ده مهم كمان، السلايد بتاع التريتمنت بتاعت الهايبوثايروديزم. ان انت تديله ان انت تديله سايروكسين، تديله الهرمون. تمام. وان انت كمان تديله لوحده. المهم انت تديله لوحده عشان ايه؟ ما يتفاعلش مع حاجه. يعني هو بيقول لك ان انت لازم تدي السيروكسين ده، يعني الهرمون بتاع السيروكسين، ان انت تديله كمان تديه على معده فاضيه، وان انت كمان تديه قبل الاكل باقل حاجه ساعه. ويقول لك كمان ده حتى هم اكتشفوا كمان لو انت بتشربه مثلا مع قهوه، ان هو كمان بيخش في التفاعل بتاعه، وبيمنع كمان ان هو ايه، يمنع ان هو يحصل له ابزوربشن. فطبيعي ان هو لازم ان انت تديه على معده فاضيه قبل الاكل بساعه. عايزك تعرف لي الميكسوديما كوما المانيفستيشن بتاعتها كلها مهمه برضو. تمام. ميكسوديما كوما التريتمنت بتاعها مهم. بس الحمد لله خلصنا. المحاضره طولت، خدت لها مثلا مش اقل من ساعه ونص. عايزك بس يعني لو انت سمعت المحاضره كده ما تصعبهاش على واحد صاحبك. لو انت عرفت حاجه واستفدت من حاجه وكده، او واحد صاحبك سألك على اي حاجه قولها له. وبرضه لو انت سمعت الفيديو ولسه واحد صاحبك مسمعوش، تمام، قول له ان انت اضرب الفيديو في 1.5 او كده. انا كده كنت بتكلم بريتم بطيء، يعني هو لو ضرب الفيديو في 1.5 او في 2 فبرضه ريتم مش هيبقى سريع قوي، وهيفهم ان شاء الله. وربنا رب يرزقكم الفهم ويرزقنا احنا كمان يعني الفهم، وان شاء الله يوفقنا جميعا باذن الله بكره في الامتحان. سمعت 10 دقايق، سمعت ربع ساعه، سمعت نص ساعه من الفيديو، لو استفدت يعني دقيقه واحده من الشرح، ادعي لنا دعوه حلوه بس بظاهر الغيب. تمام. ولو اول مره تشوفنا اعمل لنا سبسكرايب، اعمل لنا لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.